السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي كلشي يكون على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا هذا المسمن اللي صراحه بنين بزاف بزاف بزاف، وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي مورق وصراحه واحد اللذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. وغادي نبداو بسم الله. وكيف ما كتشوفوا معايا عندنا نص كيلو ديال الفورص اللي درنا معاه ربعة ديال فينو. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزيدو عليه خماره، وبطبيعه الحال غادي نديرو شويه ديال الملحه. ودائما خاصنا ضروري نغربلو الفورص ديالنا هو فينو. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نديرو الماء غير من الروبيني. غادي نحاولوا ان شاء الله نعجنوا المسمن ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. اذا كانت عندكم طبيعه الحال العجانه تقدروا تستعملوها. خاص العجينه ديالنا تكون شويه قاصحه، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. كيف ما كتعرفوا العجينه ديال المسمن خاصها تكون شويه واقفه باش تجينا مرقه وزوينه. كنعجن شويه بيدي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نخليها ان شاء الله ترتاح. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نعمروا الملوي ديالنا بالمعدنوس. كيف ما كتشوفوا معايا انا صراحه خديته في نفس النهار وغسلته بطبيعه الحال، وخديت البصله اللي غادي تكفيني. بطبيعه الحال نتوما تقدروا ديروا البصله اللي غادي تكفيكم. نحاولوا نقردوا البصله ديالنا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، نقردوها مزيان مزيان. كيف ما كنقولوا خاصها تكون مشلضه. صراحه كتكون رقيقه مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نقطعوها ان شاء الله كامله بهذا الشكل هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا غادي من قردناها غادي نديروها ان شاء الله في المقله كيف ما كتشوفوا. تقدروا ديروا زيت الزيتون اولا الزيت العادي، كيف ما تقدروا تخلطوهم بجوج. كنديروا في البصله ديالنا غير شويه الملحه وشويه البزار، وكنخليوها تهبط لينا غير شويه، ما نخليوهاش تحمر بزاف ولا تعسل بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا جات على هذا الشكل هذا غير كتهبط لينا. ما نخليوهاش كيف ما قلت لكم حتى تحمر ولا حتى تهبط لينا بزاف بزاف. كتجي على هذا الشكل. وكنزيدوا عليها بطبيعه الحال المعدنوس اللي قردناه حتى هو مزيان مزيان. كنحيدوا المقله بطبيعه الحال من فوق البوطه كتكون باقا سخونه، وكنزيدوا عليها الربيع بهذا الشكل هذا. ما كنعاودوش نرجعوه بطبيعه الحال يطيب، كنخليوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه واحد الريحه ما شاء الله ما شاء الله، واحد الريحه زوينه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وتردوا عليا. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خليت العجينه ديالي حتى ارتاحت ليا بهذا الشكل، كنقطعوها صراحه قطع صغار كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما يمكن لكم ديروها كبار. انا صراحه اختاريت انني ندير ملويات يكونوا صغار. قطعتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحاول ان شاء الله نقادها مزيان مزيان ونديرها ان شاء الله في صينيه اللي تكون بطبيعه الحال مدهونه بشويه ديال الزيت. ونخلي ان شاء الله المسمن ديالي مده ديال تقريبا 5 دقائق. ونبدا ان شاء الله باش نعمر الملوي ديالي وانتم معايا. وكيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوزو ان شاء الله باش نقادو العجينه ديالنا ديال الملوي. بطبيعه الحال اللي غادي نديرو لها ان شاء الله جبانيه ديال الزيت وجبانيه ديال الزبده. بطبيعه الحال الزبده تكون ديال التوراق. وكيف ما كتشوفوا معايا خديت جبانيه اللي درت فيها فينو مع معلقه ديال الفورص.
الا كان عندكم مايزينا تقدروا ديروا معلقه ديال مايزينا. صراحه انا ما متوفرش عندي مايزينا، استعملت غير معلقه ديال الفورص وخماره كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحاولوا نخلطوهم مزيان مزيان على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو باش نوريكم ان شاء الله العماره والطريقه ديال الملويز اللي صراحه كتجي طريقه بسيطه بزاف بزاف وكتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تطبقوا هاد الطريقه هذه وتردوا عليا. كيف ما كتشوفوا معايا بديت كندير في الزيت اللي غادي نورق به ان شاء الله الملوي ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نورق الملويه ديالي بهذا الشكل هذا. العجينه بطبيعه الحال اللي غادي تولي ملويه كان نقادها كيف ما كتشوفوا معايا، خاصها تجي رقيقه شويه. كنحاول نقاد فيها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صراحه تبعوا هاد الطريقه اللي زوينه زوينه زوينه، كنأكد عليكم كنعاود نأكد. كيف ما كتشوفوا معايا درت الزبده هي الاولى بهذا الشكل هذا باش كندير العماره ديالي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ندير بطبيعه الحال فينو كيف ما قلت لكم اللي درتو مع معلقه ديال الفورص وخماره. علاش كندير بهذه الطريقه هذه؟ باش الا كان الماء كيف ما كتعرفوا ديال البصله ولا ديال المعدنوس كيشربوه لينا وكتجي مرقه وزوينه وكتجي هشيشه. صراحه كنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه. وكيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نجبد العجينه ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. طريقه بسيطه بزاف بزاف ولكن النتيجه صراحه غادي تعجبكم. كيف ما كتشوفوا معايا ما فيها لا تماره لا حتى شي حاجه. كتحاولوا انكم تاخذوا العجينه من الجنب وكتبقاو غاديين وكتدفعوا فيها بهذه الطريقه هذه. ما تحاولوش تزيروها، غير كتلوحوا العجينه و كيف ما كتشوفوا معايا كنحاولوا نجمعوا الجوانب وكتجينا على هذا الشكل هذا. كنخليوها بطبيعه الحال ترتاح لينا بما كملنا العجينه ديالنا كامله. وهانتوما معايا ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الملوي ديالي كامل صراحه جا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. بطبيعه الحال تغطيوه، من الاحسن انكم تغطيو الملوي ديالكم باش ما يقشبرش لكم. وكنسخنوا المقله ديالنا بطبيعه الحال اللي غادي نرميو فيها الملوي. كيف ما كتشوفوا معايا جا صراحه على هذا الشكل هذا. كيتنفخ و كيطيب دغيا دغيا.
صراحه وكيجي محمر وزوين. غير من الريحه ديالو صراحه اللي كتشهي. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. صراحه زوين بزاف 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 هاد الطريقه هذه، وسهله دغيا دغيا كيوجد. وهانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا معايا صراحه جا زوين بزاف بزاف. كنحاول نوريكم كيفاش جا مورق وبنين صراحه من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. وكيف ما كتشوفوا معايا راه ما كيتخرجش لكم البصله نهائيا. صراحه كيجي عامر بالبصله والمعدنوس بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف بزاف. وهذا صراحه بقاو ليا ما عمرتهمش بالبصله، وجاو حتى هما بنان بزاف بزاف وبالصحه والراحه.